لو عايزة تعملي بسبوسة زي بتاعة الحلواني وأحلى كمان، وكمان تكون صيامي ولا زبادي ولا لبن ولا أي حاجة من الافتكاسات دي، هوريكي في الفيديو ده ازاي تطلعي البسبوسة قمر كده معاكي وبمكونات بسيطة، وهتعمليها في البيت بكل سهولة. اول حاجة انا عندي نص كيلو من دقيق سميد البسبوسة. لازم السميد يكون ناعم، الحبات بتاعته ناعمة جدا زي ما انت شايفة كده. وانا استخدمت اللي هو دوبيلا، اللي هو سميد بسبوسة، دقيق سميد بسبوسة. وتقدري تجيبي من العلاف او اي عطار، بس قوليله عايزة دقيق بسبوسة ناعم. وعندي هنا كوباية، بس هي غلط هنا في الفيديو هعدلها، كوباية سكر ونص كوباية سمنة ونص كوباية من السيفن او المية. وعندي بيكنج باودر وفانيليا وجوز هند، هاخد منه معلقتين بس على الخليط. انا عدلت اهو السكر، وعدت لكم المقادير تاني. والبيكنج باودر هاخد منه معلقة ممسوحة صغيرة، ما تكتريش علشان ما تبتديش ان هي تتكسر منك وانتي بتسقيها الشربات. حطيت بقى كوباية السكر، سكر عادي يا جماعة بس ما يكونش حبيباته خشنة قوي. وحطيت الدقيق سميد البسبوسة، وحطيت كل المكونات اللي انا كنت حطاها. وبعدين هضيف نص كوباية السمنة وسمنة نباتي، ونص كوباية السيفن او المية، ونقطتين بس كده من الفانيليا، ومعلقة عسل كلوكوز. ولو ما عندكيش عسل كلوكوز تقدري تضيفي معلقة عسل ابيض. كله يمشي وكله تمام. وبعد كده قلبت كل الخليط ده مع بعض، وجبت صينية الوسط، وجبت الأكياس اللي هي الحرارية دي اللي بنحط فيها الأكل والفراخ في الفرن، علشان دي كانت خارجة اوردر علشان اعرف اقلبها بعد ما تخلص. الكيس بيسهل عليا ان انا اشيلها من الصينية. وبعدين حطيتها بقى في الصينية كده، كانت يا دوبك ممسوحة من تحت من على الكيس كده مسحة سمنة بسيطة جدا. وابتديت ان انا احط خليط البسبوسة. انتوا طبعا دلوقتي هتشوفوا خليط البسبوسة هتقولوا دي خشنة قوي، دي ناشفة، دي هتطلع مش حلوة. لا يا جماعة، البسبوسة الصح ما تبقاش سايلة علشان ما تنشفش معاكي في الفرن، والسوائل هي اللي بتخليها تنشف. لكن هي بتبقى عاملة زي رمل البحر كده. وشايفين بحطها وبخبطها كده خبطتين عشان تستوى كويس. وبعدين بسويها بايدي، واي اطراف خارجه لبره كده بحاول اسويها كويس او بالمعلقه وبايديا علشان ما تاخدش لون غير اللون التاني. عندي كوبايه ونص من السكر، وعليهم زيهم بالظبط ميه، كوبايه ونص سكر كوبايه ونص ميه، عصره ليمونه، نص ليمونه، ونقطتين كده من الفانيليا، او لو بتحبي اي منكهات حطيها. وبغليهم يا دوبك، هي غلوتين على النار. الشربات بيكون خفيف جدا، وبتحطي له في الاخر معلقة سمنة كبيرة، بتفرق قوي قوي في الخليط. وطبعا الفرن بتبقى شغالة اما بنسوي البسبوسة، وبحطها في الرف الاوسط على 180 درجة لغاية ما تاخد اللون اللي انتوا شايفينه ده. واول ما تطلع على طول وهي سخنة ابتدي احط لها الشربات. وطول ما هي بتشرب معاكي الشربات زي ما انت شايفة كده، يبقى البسبوسة دي ناجحة ومية المية. هتشرب كل الشربات اللي احنا عملناه ده، ما تقلقيش، هي الكمية مظبوطة. قربتلك زوم اكتر عشان تشوفي قد ايه هي بتشرب الشربات لاخر قطرة. اهو يعني صفيت الحل عليها. هتحطي صباعك كده هتحسي ان هي خلاص يعني بتنطر الشربات، يعني السقت حلو جدا. حاولي تميلي كده الجوانب عشان كلها تاخد من الشربات. واهم حاجة بعد ما تسقيها غطيها بكيس عشان ما تنشفش، وتسيبيها بقى كده تهدى خالص قبل ما تقلبيها او تعملي فيها اي حاجة عشان ما تتكسرش معاكي. والافضل ممكن تحطيها في التلاجة نص ساعة قبل ما تسلكي كده الحروف بتاعتها وتقلبيها لو انت هتقلبيها. لو هتعمليها في البيت ليكوا انتوا يبقى مش هتحتاجي ان انت تقلبيها خالص. بس عايزة اقولك النتيجة بتاعتها بتكون روعة وطعمها حلو يا جماعة جدا جدا. طعمها جميل، خفيفة وزي بتاعة الحلواني بالظبط بالظبط. بصوا بقى انا قلبتها اهو على كيس كده بتاع السندوتشات، وابتديت اشيل الكيس الحراري اللي من تحت علشان طبعا ما احطوش في الطبق. وبعد كده قلبتها كده تاني، ولا اتكسرت ولا اتبهدلت ولا اي حاجة.
شايفين لونها والتسوية بتاعتها مظبوطة جدا، وعجبت الناس اللي كانت رايحة لهم قوي، وطعمها حلو قوي، تقدري تهادي بيها اي حد او تروحي بيها للضيوف وانت مطمنة ان هي مش يعني ان هي حاجة كأنك مشتريها من المحل واحسن. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش لايك كتير للفيديو، ومع السلامة.